السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حمدي، وإن شاء الله مكملين كورس ال Advanced SolidWorks 2020. في الفيديو ده هنبدأ نعرف شوية حاجات tips and tricks كده، أو شوية خبايا أو أسرار للSolidWorks. في الفيديو ده هنعرف إزاي نعمل حاجة اسمها 3D PDF. تمام، يعني ده فايدته إيه؟ فايدته مثلا أنت راجل دلوقتي عملت ديزاين وعايز توري حد الديزاين اللي أنت عملته ده، وفي نفس الوقت الحد ده ما عندوش السوليد ووركس في الكمبيوتر بتاعه، او انت عايز تروح تعرض حاجه على السوليد ووركس، والسوليد ووركس المكان اللي انت رايح فيه مش عنده السوفت وير، فانت عايز توري له الشغل بتاعك. فبدل ما تاخد صور او 3D فوتوز، لا، هنعرف ازاي نعمل حاجه اسمها 3D PDF. تمام، يعني ده بيبقى الاوبجكتيف بتاعه ان انت تعمل حاجات، تعمل برزنتيشن، يا تعمل حاجات اللي هي بتاع الماركتينج والريندرينج، والحاجات اللي هي مش ريندرينج قوي، او لو انت عايز تعمل اللي هي البروباجندا او تعمل ادفرتايزنج للديزاين بتاعك، يعني تعمله زي دعايه واعلانات، وفي نفس الوقت لو انت عايز تعمله برزنتيشن او تقدمه لحد ما عندوش السوفت وير ده. طيب، واحده واحده كده مع بعض، تعال نشوف ايه اللي عندنا. ده براكت عندنا، لما نيجي ندوس سيف هنا، ندوس سيف از، هنفتح المنيو سيف از تايب، هلاقي هنا في ملايين او في اكستنشنز كتيره جدا زي ما احنا شايفين كده. تمام، تلاقي فيه هنا في فوتو اللي هي الجي بي جي والكلام ده اللي هي البي ان جي. تمام، هتلاقوا فيه اللي هي بقيه الستاب والاس تي ال والحاجات دي كلها، لسه هنعمل ليها فيديو ان شاء الله باذن الله، هنعمله ورا ده على طول. نشرح فيه الفايل اكستنشنز والتايبس بتاعتها، تلاقي في حاجات بتاعه الالستريتور والفوتوشوب، وهنلاقي هنا في اللي هو الادوبي بورتبل دوكيمنت اللي هو البورتبل دوكيمنت فورمات، ده اللي هو البي دي اف. تمام، فهندوس على بي دي اف هنا. لو احنا جينا دوسنا على طول كده سيف، ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف. لما تيجي تفتح البي دي اف هتلاقي جالك المنظر ده، هو بياخد زي سناب شوت او سكرين شوت للحاجة اللي احنا عاملينها. تمام، للبي دي اف زي ما احنا شايفين في البي دي اف ده. طب انا عايز اعمل 3D بي دي اف بحيث ان انا محرك يتحرك معايا. جميل، هروح اعمل ايه؟ تعالوا نمسح الفايل ده. هروح هنا دايس سيف از تاني، واختار بي دي اف اهي. تمام، وهدوس المرة دي هدوس على حاجة اسمها سيف از 3D بي دي اف، ودي تك او تريب، حتة بسيطة كده ممكن في ناس كتيرة ما تكونش عارفاها، والموضوع ده مفيد جدا جدا لناس كتيرة جدا. طب تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. هدوس سيف. تمام، هرجع تاني على الفايل بتاعي، هلاقي فيه عندي الفايل بي دي اف اتعمل، بس هنا مفيش حاجة طلعت. طيب، التريك في الموضوع بتاع ال 3D بي دي اف ان هو للاسف الشديد مش بيفتح الا على ادوبي ريدر. جميل، يعني اللي هو الادوبي اللي هو البي دي اف ريدر بتاع ادوبي، بتاع شركة ادوبي. فده للاسف هو ده الحاجه العيب الوحيد اللي في ال 3D بي دي اف. فبالتالي ان احنا المفروض هندوس هنا رايت كليك، يعني انت لو عندك فيه نايترو، عندك فيه اللي هو البي دي اف اكستشينج، عندك فيه اي سوفت وير، اي حاجه فيها بي دي اف فيور، للاسف هو مش هيفتح الا على الادوبي. فهندوس رايت كليك عليه وندوس اوبن وذ، وندوس على ادوبي اكروبات ريدر. تمام، هنلاقي المنظر اللي احنا شايفينه ده. تمام، هنلاقي بيتحرك معانا. طبعا هو ده عشان جربت قبل الفيديو، فهو انت هنا في مسج بتطلع في الاول خالص، مش هتلاقي فيه حاجه طالعالك. تمام، فانت هتدوس على allow او trust this document على طول، بحيث ان انت اي فايل 3D عندك يشتغل معاك زي الفل من غير اي مشكله. طيب، احنا هنا شغالين على ادوبي اكروبات ريدر وعاملين 3D بي دي اف وبنتحرك. انت بتدوس كليك عادي جدا وتبدا تتحرك زي ما انت عايز. يبقى احنا كده دلوقتي في الحته بتاعت، طبعا تقدر تاخد سيكشنز كمان، فدي برضو من الحاجات الجميله. تشوف كروس سيكشن شكله عامل ازاي. تمام، وتبدا بقى تشوف الكروس سيكشن بروبرتيز، عايز مثلا تلونه، عايز تعمل حاجه، دي من الحاجات الجميله جدا اللي موجوده. تمام، الكاميراز بقى والحاجات دي، ده باك جراوند. تمام، ده لو انت عايز تلونه مثلا بحاجه معينه، اللي هو السلكشن بتاعك. جميل، يعني هنا ده لو في عندك تري بتاع الاسامبلي، تبدا تشوف الدنيا عندك عامله ازاي.
فده باختصار ازاي نعمل 3D PDF عشان البيربز بتاع ال presentation او ان انت توري شغلك لحد. وزي ما قلنا التيب او التريك الوحيدة ان انت لازم تشتغل على ادوبي 3D ادوبي PDF، تمام، عشان يشتغل معاك تمام وزي الفل. يا رب تكونوا استفدتوا. استنونا في فيديوهات لسه كتيرة جدا. معلش احنا بنروح ونغيب ونرجع تاني عشان بس الظروف والضغط. لسه مكملين معاكم حاجات تانية كتيرة جدا، وان شاء الله بإذن الله الفيديو اللي جاي هيبقى عن الفايل اكستنشنز، اللي هو لما بنيجي ندوس سيف از هنلاقي فيه هنا اكستنشنز كتير، هنشرح كل واحد فايدته ايه وبيعمل ايه وازاي بنستخدمه وايه البيربس بتاع كل واحد من دول. تمام، يا رب تكونوا استفدتوا حاجة جديدة. وطبعا يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو اللي جاي. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.